معظم الناس لا يعرفون السبب الحقيقي. لماذا لم تتمكن سفينة تيتانيك التي وصفت بأنها غير قابلة للغرق من تفادي الجبل الجليدي الذي أرسلها إلى أعماق المحيط؟ أم أنها أذكى جريمة في تاريخ البشرية؟ في الواقع كانت لدى تيتانيك فرص عديدة لتجنب الكارثة لولا سلسلة من الأخطاء الحاسمة التي ارتكبها طاقمها. ففي وقت سابق من ذلك اليوم أرسلت عدة سفن تحذيرات متكررة بوجود حقول جليدية خطيرة على مسار الرحلة، لكن طاقم تيتانيك لم يعر تلك التحذيرات الاهتمام الكافي. وفي الوقت الذي كانت فيه السفينة كاليفورنيا قد أوقفت رحلتها بالفعل إدراكاً لحجم الخطر، وصلت تيتانيك الإبحار بسرعة تقارب 25 ميلاً في الساعة، مصممة على الالتزام بالجدول الزمني. لكن المفاجأة الأكبر أن المراقبين لم تكن بحوزتهم مناظير، لأن المفتاح الخاص بخزانتها كان مفقوداً. وعندما تمكنوا أخيراً من رؤية الجبل الجليدي الضخم كان الوقت قد تأخر كثيراً. أمر القبطان بالانعطاف الحاد وإيقاف المحركات، وهو قرار يرى بعض المؤرخين أنه جعل السفينة أقل قدرة على المناورة في تلك اللحظات الحرجة. وفي الساعة 11:40 مساء وقعت الكارثة. والأسوأ من ذلك أن جهاز الراديو على متن السفينة كاليفورنيا كان متوقفا تلك الليلة، مما جعل نداءات الاستغاثة تمر دون رد. فقدت آلاف الأرواح، لكن ما اكتشف لاحقا جعل البعض يعتقد أن القصة لم تكن مجرد اصطدام بجبل جليدي. كانت هناك مؤامرة محكمة لاستهداف بعض من أكبر رجال الأعمال في العالم الذين كانوا معارضين لتأسيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعدها بعام واحد فقط تم تأسيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.